طبعا هذا الشغل هذا يكون شغل تيم كامل، لان المريض قبل ما يوصل لغرفه القسطره ونعمل له العمليه يكون في فريق درس الحاله أكيد. اللي نسميه الهارت تيم. الهارت تيم تبع هيئه الصحه في دبي. بنعمل له تلفزيون الايكو حتى نشوف نسبه التضيق، هل يحتاج تبديل صمام او لا، ومقاس الصمام اللي راح يحتاجه، لان عندنا مقاسات متعدده. بعد ما نناقش الحاله ونقول ان هالمريض يحتاج تبديل الصمام بالقسطره وحالته تسمح التبديل ومدى مقاس الصمام، بندخل عن طريق الشريان اللي في الرجل. اوكي، في هذا بيظل في منطقه الرجل ومنطقه البطن، اللي هو هذا الشيت يعتبر حسب بيخش هنا بقى يا حضرتك، بيخش تقدر هنا. تدخله أيوة. لنا مثلا وده دلوقتي؟ بيخش هنا. اوكي، وده بيظل برا. وبعدين بعد كده شغلنا كله برا. وعلى فكره الفتحه راح تكون في الفخذ اقل من سنتيمتر واحد، مقارنة بالفتحة بتاع القلب المفتوح. فهاي سنتي واحد بس حتى يدخل الشيت. وبعد كذا شغلنا كله من برا، يعني هذا لو تصورنا هذا المريض هذا يكون برا، وبعد كذا ندخل بالوايرز لحد ما نوصل إلى الصمام. وبعد ما نوصل بالصمام نوسع الصمام أول شيء بالبالون. الصمام بقى اللي هو البايظ اللي هو من سد وفي تضيق وكده. بندخل من هنا. اوكي، all the way نطلع لفوق طبعا عن طريق ماكينه القسطره، نشوف وين مكاننا لحد ما نوصل الى الصمام. من نوصل للصمام طبعا ننفخ البالون. اوكي، حسب ما انتم شايفين. ايوه، البالونه دي انت شايفاها هنا في الاشعه على الشاشه موجوده. ده البالون. اوكي، احنا ماشيين من تحت لفوق. اوكي، ده الواير بتاعنا، ده البالون، وننفخ البالون. يعمل ايه بقى؟ يفتح الصمام ويمهد الطريق الى تركيب الصمام الجديد عن طريق القسطره. وكل ده القلب شغال بيدق؟ القلب شغال، وانتم مثل ما شايفين القلب شغال، يعني مش موقف. هي الهزه دي اوكي. فاحنا فتحنا وسعنا الصمام. اوكي، اخذنا الحين الصمام الجديد. اوكي، طبعا الصمام يجي حسب مقاسات، حسب الصمام الابهر تبع المريض. الصمام هذا بيجي مفتوح. هو ده الجديد؟ هو ده الصمام الجديد. على فكرة هذا شغل يد، يعني صناعة يدوية، وهذا نسيج بقري بيتركب من أنسجة البقر. من أنسجة البقر، وهذا معدن حتى يتثبت على مكان الصمام القديم. والجسم ما بيرفضوش أو يعمل له أي ولا يحتاج أي أدوية لرفض المناعة أو تقليل المناعة. كل اللي بيحتاجه أسبرين يعني. طيب. ما بيحتاج أدوية السيولة زي ما عملية القلب المفتوح. وإزاي ده بقى كبير كده بيخش جوه أوكي، بنجيب التيوب ده. اوكي، اللي نهايته بالون كمان بنركبه على هذا البالون. في مثل الماكينه بنحط هنا حتى نصغر الصمام. بتقوموا بتضيقوه. بنصغره بهالماكينه، وبعد كده لما بيثبت على البالون اللي هنا بندخل من الشيت هذا اللي هو موجود على طول. اوكي، بنمشي على طول الطريق اللي هو تبعنا. وفي طبعا هذا في ممكن نلف، لما نوصل عند اللفه هنا بنلف. اوكي، وبندخل على مكان الصمام القديم. اوكي، وده طبعا برا يعني. اوكي، بنكون في مكان الصمام القديم ده الصمام. اوكي، مقفول. نتاكد مقفول، نتاكد من موقعه، احنا مرتاحين. اوكي، بنبدا بننفخ من برا. بنفتح. اوكي، بيفتح الصمام، تاكدنا 100%. فتحنا الصمام هذا بياخذ مكان الصمام القديم. وبيفضل القديم موجود، مش بيتشال جراحيا. لا، بيكون كراشت، والصمام الجديد بياخذ مكانه. وبنسكر الفتحه اللي هي اقل من سنتيمتر. وخلصت العمليه. بتقعد قد ايه العمليه؟ العمليه نفسها تقريبا مع التحضير مع كله بين الساعه ونص بس تقريبا فقط. لان وبعدين احنا ما بنعملها تحت تخدير كامل، بنعملها تحت تخدير موضعي، والمريض بياخذ منوم خفيف. العمليه القلب المفتوح بيكون تحت تخدير كامل. طبعا في خطوره في التخدير الكامل والاشياء هذه، فاحنا نتفادى هاي، ما نعمل اي فتحات اقل من سنتي. بعدها ب6 ساعات المريض بيمشي، ثالث اليوم بيطلع المريض من المستشفى.
ده امل كبير جدا جدا، وحقيقي طفره في عالم الطب. وبشكرك جدا يا دكتور على معلوماتك، وان شاء الله يعني تفضلوا دايما في تقدم وفي خدمه الانسانيه. ميرسي جدا. شكرا. الله يحفظك.